من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا وزير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او مضل مستكبر. احبتي في الله، ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. خير وصيه امرنا الله عز وجل بها الا وهي تقوى، عاملين بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله اكبر ما لبى الملبون وكبروا، الله اكبر الله اكبر ما حج الحجاج واعتمروا، الله اكبر الله اكبر ما ضحى المضحون ونحروا، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. اخوانكم ايها الاخوه الكرام، لبوا نداء الخليل ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. يا سائرين الى البيت العتيق لقد زرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، انا اقمنا على عذر ومن اقام على عذر كمن راح. اخوه الايمان والاسلام، نعمه عظيمه الا وهي نعمه ان يقيم الله عز وجل على العبد اتمام اركان الاسلام الخمسه بهذه العباده العظيمه الا وهي عباده الحج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما طاف الحجاج وما سعوا وما شربوا من ماء زمزم. الله اكبر ما وقفوا على صعيد عرفات يطلبون الرحمه من رب الارض والسماوات. الله اكبر ما تنزل الكريم نزولا يليق بجلاله سبحانه جل في علاه، ويباهي هؤلاء الحجيج بالملائكه فينادي على الملائكه ويقول لهم انظروا هؤلاء عبادي اتوني شرفا نكرا ضاحين من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت لهم. الله اكبر الله اكبر ما رفعوا هذا الشعار هاتفين مرددين شعار التوحيد الخالص لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. اخوه الايمان والاسلام، اعظم يوم عند الله هذا اليوم العظيم يوم النحر. سال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهو عند الجمرات في حجته فقال لهم اي يوم هذا؟ فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الحج الاكبر. اخوه الايمان والاسلام، ما اعظم هذا الدين الذي جعل فيه ربنا سبحانه وتعالى فسحه للعباد يستريحون فيها من تعب الحياه، فوهب الله عز وجل لهم عيدا تصر به النفوس، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود ان في ديننا فسحه
جئت بالحنيفية السمحاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان للقوم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما بيومين، يوم الفطر ويوم النحر. إخوة الإيمان والإسلام، ما أعظم أن نحتفل بيوم الأضحى، ولا يمكن أبدا لمسلم أن يمر عليه عيد الأضحى مرور الكرام دون أن يستفيد من هذه الدروس العظيمة التي ينبغي أن يقف أمامها وقفات متأنية حتى يستفيد الدرس والعبرة من يوم الأضحى. الدرس الأول من عيد الأضحى أنه عيد التمام والكمال لهذا الدين. الله عز وجل أكمل نعمة الإسلام وأتمها على أمة الإسلام في يوم عرفة، في عيد الأضحى. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له: إن آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلناها عيدا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ما الدرس المستفاد من ذلك؟ أن نعلم أن أعظم منهج على وجه الأرض ألا وهو منهج الإسلام، مكتمل الأركان، صالح لكل زمان وفي كل زمان ولكل مكان. فلا ينبغي أن نشرك ولا ينبغي أن نغرب، لأن الله جعل بين أيدينا منهاجا للنجاة ألا وهو الإسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. إخوة الإيمان والإسلام، الدرس الثاني الذي نتعلمه من الأضحى ألا وهو درس التضحية بالغالي والنفيس بكل ما نملك من أجل لا إله إلا الله. هذا الدرس العظيم نتعلمه من الخليل إبراهيم عليه السلام الذي ارتبط عبادة الحج بسيرته وبأحداث تاريخه عليه السلام. إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات كان أمة، كان هو الوحيد في العالم كله الذي يقول لا إله إلا الله. اجتمع عليه أهل الأرض أجمعون من أجل أن يصدوه عن دعوته، من أجل أن يصدوه عن رسالته، من أجل أن يرجع عن تبليغ رسالة الإسلام وعن تبليغ رسالة التوحيد، بل هددوه أن يحرقوه وأن يهلكوه بهذه النيران العظيمة التي أعدوها للخليل إبراهيم. إلا أن إبراهيم عليه السلام صمد في وجه العالم كله في مقابل تثبيت دعوة التوحيد، في مقابل إرسال وترسيخ مبدأ لا إله إلا الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. بالغوا في تعذيبه، بالغوا في إهلاكه، إلا أن الله عز وجل جعل هذه النار على إبراهيم بردا وسلاما. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ولم تحرق النار من إبراهيم إلا القيود التي كان قد قيد بها عليه السلام. منها هنا أيها الإخوة الكرام وعى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس العملي، فطبقوه تطبيقا عمليا في خدمة الإسلام وفي تقديم كل ما يملكون من مال وجاه وسلطان بل ونفس في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال للقوم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال
فقال له عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه: بخل بخل يا رسول الله. فقال: ما الذي حملك على قولك بخل بخل؟ فقال له عمير: إلا رجاء أن أكون من أهلها. ثم أخرج ثمرات كانت في يده أو كانت في قرنه أو في كيسه وكنانته، ثم أخذ ينظر إليها وقال مقولته المشهورة: والله إنها لحياة طويلة إن ظللت حتى آكل هذه الثمرات. ثم ألقى الثمرات من يده ثم ذهب إلى ميدان المعركة فقاتل حتى قتل. من أجل ذلك لابد أن نفهم أيها الشباب، لابد أن نفهم أيها المسلمون أن الإسلام لم يصل إلينا هكذا سهلا، لا، إنما وصل الإسلام إلينا بتضحيات الشهداء، إنما وصل الإسلام إلينا بتضحيات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في إزهاق الأرواح في سبيل لا إله إلا الله. فإذا كان الإسلام وصل إلينا ونحن بفضل الله لم نتعب لحظة واحدة من أجل أن نكون موحدين، فما واجبنا؟ واجبنا أن نخدم الإسلام وأن نعمل للإسلام وأن نطبق الإسلام تطبيقا عمليا في حياتنا. إخوة الإيمان والإسلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الدرس الثالث الذي نتعلمه من عيد الأضحى ألا وهو درس السمع والطاعة والانقياد المطلق لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام الذي ابتلاه الله ابتلاء شديدا، ابتلاه في ولده بعدما رزق هذا الولد على كبر من عمره، إلا أن الله عز وجل أمره بذبح ولده هذا. وما كان من إبراهيم إلا السمع والطاعة، إلا الإسراع في تنفيذ أمر الله. والعجب ليس من إبراهيم عليه السلام، ولكن العجب العجاب من إسماعيل عليه السلام الذي بادر إلى تنفيذ أمر ربه برا بوالده وبرا بالخليل إبراهيم وطاعة وانقيادا لله رب العالمين، ففداه الله بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله بالجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. هذا الدرس أيضا نتعلمه من مناسك الحج أيها الإخوة الكرام. الله عز وجل يأمر الحجاج أن يطوفوا سمعا وطاعة، وأن يسعوا بين الصفا والمروة سمعا وطاعة، وأن يتركوا مكة وأن يتركوا الكعبة أطهر الأماكن على الإطلاق، ثم يذهبون إلى عرفات بالنهار وجزء من الليل، ثم بعد ذلك يأمرهم ربهم أن يبيتوا في مزدلفة بالليل، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يبيتوا في منى، ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام يأمرهم أن يأخذوا بعض الأحجار ليرموا أحجار أخرى. لماذا؟ سمعا وطاعة لله رب العالمين. هذا الدرس العملي الذي أعلن عنه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر الأسود وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت. إنها الطاعة المطلقة لله رب العالمين. الدرس الأخير أيها الإخوة الكرام من درس أو من دروس عيد الأضحى ألا وهو الإخلاص لله رب العالمين. سن الله لنا شعيرة التضحية إخلاصا لله وشكرا لله على ما أعطانا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من
النحر أعظم الأيام عند الله وأحب ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم ألا وهو إراقة الدماء، ألا وهو الأضحية لله رب العالمين. والأضحية سنة سناها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى كما يقول أنس وذبح يوم النحر، ذبح كبشين يمنحين أقرنين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر. والأضحية معاشر الموحدين بالله يجوز للإنسان أن يذبحها بعد عيد الفطر وينتهي وقت الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق الثلاثة قبل الغروب، ولك أن تأكل منها ولك أن تدخر ولك أن تقسمها ثلاثة كما قال ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إخوة الإيمان والإسلام، الأضحية ينبغي أن نقدم فيها الأحسن والأكمل لله رب العالمين، إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يجوز أن تعطي الجزار منها جدا أو لحما على سبيل الأجرة، ولكن إن شئت أن تعطيه على سبيل الهبة فبها ونعمت ولا بأس بذلك. فمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له. معاشر الموحدين بالله، هذا يوم العيد، يوم الفرح والسرور، فينبغي أن نفرح، نعم أن نفرح، فإظهار الفرح في هذا اليوم العظيم عبادة لله رب العالمين. ولكن الفرح لا يكون بالتبرج والسرور، ولكن الفرح لا يكون بشرب المسكرات والمخدرات، ولكن الفرح لا يكون بإعلان المعاصي والمنكرات، ولكن الفرح كما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخوة الإيمان والإسلام، هذا يوم صلة الأرحام، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينزل له في أثره فليصل الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبنا وأن ييسر أمرنا وأن يفرج كربنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد لخدمة الإسلام وعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. قوموا غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا